البضاعة يا معلم. فارم عليك يا معلم محمود، ما تبقاش الا غير الرجاله. المصلحه تمت يا معلم، هنعمل ايه؟ بص يا معلم احمد، انا وعدتكم قبل ما تقضي المصلحه دي وقبل ما نسلمها الرجاله هنقضي على ضعفه. نفذ. ازيك يا اخويا مزيكا؟ الحمد لله يا جعفر، تمام الحمد لله. بقالك كتير ما جيتش يعني تبص على اخوك في الصعيد. ايه بحري هتاخدك مننا ولا ايه؟ معلش يا ولد ابويا، لا بحري مش هتاخدني ولا حاجه، بس انت عارف ان انا ورايا شغل كتير في بحري. والله اصيل، وبحري ما اثرتش فيك يا اخويا. المهم انت عارف المعلم عبد الله شراني هو ورجالته وبيعملوا مصلحه هنا شمال، وانا عايز اوقفها معايا يا اخوي. معاك يا اخوي، لا عاش ولا كان اللي يعمل مصلحه قدام عيله سباق، ده الاسم دوت بيتهزلوا سنبات. هو ده العشم برضك يا اخوي، وانا عشمان فيك وعارف ان انت راجل. يلا سلام عليكم. عليكم ايه ده؟ الحمد لله خلصنا عليه. رن بقى على معلم عبد الله، كلمه وقول له خلصنا عليه. يا معلم عبد الله. يا معلم احمد، خلاص خلصنا عليه ورمناه. عاش يا وحش، هفارم عليه. يلا عشان نقضي المصلحه. ماشي يا معلم عبد الله، دي يلا طبعا. يلا بينا نقضي المصلحه. مصلحة يا معلم عبد الله. عاش عليك يا معلم محمود. انت عاوز يا باشا؟ مرحبا يا معلم عبد الله، بقالي كتير ما شفتكش والله. مرحب بيك يا ريس شعبان. مش هنقعد نهري في المهر كتير يا معلم عبد الله. جبت البضاعه ولا لسه؟ فلوسك فين؟ فلوس موجوده يا معلم عبد الله. فين بضاعتك يا معلم؟ المصلحه موجوده اهي مع الرجاله. استنى عندك. ايه ده مزيكا؟ هو انت مفكر لما تعمل مصلحه مزيكا مش هيجيلك من مصر؟ هو في خيانه؟ لا مفيش هو خيانه. فكر ان هو احنا وحدينا ولا ايه يا معلم عبد الله؟ ربنا يخليك يا معلم. كل اللي انا عايز اقوله لك يا عبد الله ان انا جيت لحد عندك هنا على الارض ديت عشان خاطر الحاجه الغلط ديت تتوقف وتتمنع، وبعد التعب ده كله الناس دي هتقدرني وهتطلعني. ولا حد هيقدرك ولا يعمل لك اكسبلون ولا لايك. لا تتراهن بقى معايا. ولا حد يعمل لك اكسبلون ولا لايك ولا اي حاجه، انا بسمع مني اللي بقول لك. طب هتشوف بقى، هتشوف السعاده هيعملوا ايه دلوقتي. اللي يثبت حضورهم اللي في الكومنتات ويعمل اكسبلات ولايك. ثانية واحدة بقى، بقول لكم يا جدعان أنا جيت بلد الصعيد، بلد الرجالة، عشان خاطر أوقف الغلط ووقفته الحمد لله. دلوقتي عبد الله بيقول لي إن الناس دي مش هتقدرك ومش هتطلعك اكسبلور ما حدش بيقدرك ولا هيطلع لك اكسبلور. وأنا بقول له إن الأبلكيشن ده كله صعايدة، وكل صعيدي يجي في الكومنت يكتب صعايدة يا رسول الله في الكومنتات وانتظر الجديد عشان نثبت له إن الناس دي بتحبني وطلعوا الفيديو ده اكسب.